السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة عملت أكلة من حاجة بسيطة جدا، عملت منها وليمة. طعمها حلو قوي. مش حمام كداب، لا. الولاد انبهروا بيها، الشارع كله كان بيسألني انت عاملة ايه النهاردة. كان بيقول لي ايه الريحة الحلوة الجامدة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ كده في الأول. هحط كده معلقة كبيرة من السمنة وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. أول حاجة كده معلقة كبيرة من السمنة، هنزل عليهم كده بكوبايتين ونص من الفريك، عليهم بصلة متقطعة صغير وعليهم خضرة مشكلة. هحطهم كده اشوحهم مع بعض كده. احط عليهم معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود. ما اقولكمش بقى على الريحة يعني، وهم بيتشوحوا كده ريحتهم بجد فظيعة. وهشوحهم كده مع بعض شوية من غير ما احط مية ولا اي حاجة، وهسيبهم على جنب يبردوا. ودلوقتي هقول لكم انا هعمل ايه. كنت كل ما اجيب بطة في رمضان اروح قطعة رقبتها، ما سيبهاش كده تعدي عليا بالساهل، ولازم اطلع منها اكلة تانية. يعني كل ما اجيب بطة في رمضان اروح واخدة الرقبة دي، اللي هي اللي بتبقى رقبة البطة كده كبيرة. فبروح واخدة الرقبة بتاعتها كده، لاني احيانا الرقبة دي ما بيبقاش حد يعني عندي بيبقى عايز ياكلها، فبعمل منها أكلة جميلة جدا بالشكل ده كده. أول حاجة كده هجيب الرقبة البطة كده زي ما انت شايفة. كنت كل ما اخد رقبة من البطة اشيلها على جنب واحطها في الفريزر لحد لما اكون عندي أكلة حلوة كده بالشكل ده. هجيب رقبة البطة كده وهحشيها كويس جدا كأنها حمامة بالظبط كده، اهو بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. وبعدين هبتدي دلوقتي ان انا ايه، اجيب اللي هي خلة السنان. كلنا عارفينها طبعا، خلة السنان الصغيرة دي. وبعدين هبتدي ان انا زي ما يكون كده بدكك حاجة كده بالظبط، اهو بالشكل ده. هحطها كده من هنا واطلعها من الجنب التاني كده، بحيث ان لما احطها في المية تتسلق ما تطلعش معايا الحشوة اللي انا حشيت بيها. هجيب واحدة تاني كده علشان اتأكد كويس ان الحشوة ما تطلعش منها، اهو بالشكل ده. شايفين الجمال؟ اهو كأنك عاملة حمام بالظبط. حطيتهم في الحلة كده يتسلقوا مع ورق لورا وحبهان. ودلوقتي هعمل وراهم محشي، محشي كرنب. معايا هنا خلطة المحشي زي ما انتوا شايفين كده، زي ما بنعمل دايما. كوبايتين رز عليهم خضرة مشكلة، بصلاية متقطعة، فلفل اسود وملح وكمون وشطة وكزبرة ناشفة. حطيت عليهم كده معلقتين من السمنة، وطبعا كوبايتين من الرز ومعلقة كبيرة من السمنة. وحطيت عليهم حبة صلصة كده برضو من اللي احنا فرزناها مع بعض علشان تديني لون حلو جوه المحشي، مع حاجة بسيطة قوي من التوم كده، وقلبتهم كويس مع بعض. وهحشي بيهم دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. فين اللايك يا امارات؟ ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة علشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. وما تنسوش تعلقوا لي على الفيديو وتقولوا لي ايه رأيكم في الاكلة دي. وبالمناسبة بشكر الاتنين تلاتة اللي بيشجعوني اني استمر في القناة. وبرضو احب اشكر المية اللي هم بينتقدوني ان انا ما استمرش في القناة. ودلوقتي بعد ما خلصنا المحشي كده رصيته في الحلة بالشكل ده كده. أكلة سهلة جدا وما تاخدش وقت خالص طالما كل حاجة موجودة عندك. طبعا هشيل الريمة كده اللي بتبقى على الشوربة. كل ما بتطلع ريمة كده بنحوشها عشان ما بتبقاش كويسة خالص. وهاخد كده من الشوربة اللي هي بتاعة البط دي اللي احنا عملناها،
وهاخد شوية كده من الوش كده، بيدوني طعم حلو قوي للمحشي. بتحسي زي ما يكون بهاريز كده جوه المحشي، بيبقى طعمه جامد قوي اهو زي ما انت شايفة كده. بعد ما المحشي استوى كده معايا، هقلبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مستوي وريحته مفحفحة، هو والرقاب البط اللي انا عاملاها شايفين جميلة اوي، تحسها وزاية صغننة كده، جميلة جدا. وطعم الفريك من جوه طعمه جميل جدا اهو. هرصهم كده بالشكل ده كده، يعني اكلة بصراحة جامدة قوي وتشبع جدا. تحسي انك انت بتاكلي حمام، مش حمام كداب. بالفراخ ان شاء الله برضو هنعمله. هرصهم بقى كده فوق المحشي كده كلهم مع بعض. الريحة ما اقولكمش جامدة جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية المكرونة بالبشاميل في وقت قليل، مش هتاخد منك وقت خالص. وهنعمل معاها كمان بديل الجبنة الموتزاريلا بطريقة سهلة وحلوة قوي، وطعم حلو قوي، ولون حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنعملها بطريقة حلوة وريحة حلوة قوي ازاي. واول حاجة طبعا قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده، هبدأ اول حاجة احط معلقة سمنة كده كبيرة حلوة كده. بعدين هنزل عليها ببصلاية كبيرة كده، هشوحها شوية على النار، مش هخليها تاخد لون معايا خالص. وهحط حتة توم صغيرة كده خالص تديها طعم وريحة حلوة قوي بالشكل ده كده. وبعدين هنزل عليهم باللحمة المفرومة. انا جايبة لحمة مفرومة جاهزة ومبهرة، يعني مش هتاخد اي بهارات معايا. ما هحط لهاش غير بس معلقة من الملح كده. وبعدين هحط عليها معلقة صغيرة من الفلفل الاسود بس، فقط لا غير. يعني ما هحط لهاش اي اضافات تانية الا طماطمايه كبيرة مبشورة بالشكل ده، بتديها طعم وريحة حلو قوي. بس كده خلاص، هي كده بقت تمام. هشيلها كده من على النار، وهبتدي دلوقتي ان انا اسلق المكرونة. معايا حلة على النار بتغلي، احط لها معلقة كده من الملح وحبة زيت، واحط كيسين من المكرونة. في بنات كتير يا جماعة يعني بتخاف ان هي تسلق المكرونة. اهم حاجة تجيب المكرونة اللي هي كيس، ما تجيبهاش فلت عشان ما تعجنش منك. وبشوكة كده وتقلبي من وقت للتاني لحد لما تستوي، بس مش قوي. هنا بقى هبدأ ان انا اعمل البشاميل بطريقة سهلة جدا. هحط اللبن على النار، حوالي كيلو من اللبن. هحط عليه 4 معالق كبار هرمية من الدقيق، وهحط معلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل الاسود، ومعايا كده 4 من مثلثات الجبنة علشان يدوا البشاميل بتاعي قوام كريمي كده وحلو قوي. انا بحب اعمل البشاميل بالطريقة دي. لو انت كده بتخافي ان الدقيق والسمنة في الاول يكلكعوا منك او حاجة، اعمليه بالطريقة دي بتكون اسهل قوي اهو. هفضل اقلب كده، مش هخلي قوامه يتقل معايا، لان هو لما بيتساب يبرد شوية بيتقل لوحده اهو. هو ده القوام المظبوط اللي انا عاوزاه بالشكل ده كده. اعملي البشاميل اخر حاجة في المكرونة البشاميل، ما تعملهوش الاول علشان ما يتقلش منك قوي. وعاوزة اقول لكم ان انا حطيت معلقة صغيرة كده عليه برضو من السمنة
هجيب هنا المكرونة بعد ما سلقتها وصفتها من المية بتاعتها بالمصفى كويس. هجيبها هنا وبعدين هحط عليها كبشة كده او كبشتين من البشاميل اللي انا عملته، وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. دي اهم حاجة في المكرونة البشاميل، ان تحط عليها البشاميل كده بالطريقة دي، بتديها طعم حلو قوي، يعني بتمتزج كده مع بعضها وبتديها طعم حلو قوي. وهجيب كبشة كده برضو من البشاميل احطها كده في قاع الصينية بالشكل ده كده، وهحط كده نص كمية المكرونة بالشكل ده. وهبدأ كده ان انا اساوي المكرونة بتاعتي بالشكل ده كده. بس بالله عليك يا قمر انت وهي ما تبخليش عليا باللايك لو انت شفت الفيديو للاخر، وما تنسيش انك تشتركي معايا في القناة، وما تنسوش تكتبوا له في التعليقات. انا والله العظيم بفرح بتعليقاتكم جدا، بالذات لما حد بيقول لي ان حبيت قناتك. دي اهم عندي من اي حاجة، اهم عندي من الاشتراك نفسه ومن اللايكات ومن اي حاجة، ان انا اعمل حاجة كده وحد يشكرني عليها. دي بصراحة يعني بتكون بالدنيا كلها. دلوقتي انا حطيت العصاج بتاعنا اللي احنا عملناه، وهحط عليه باقي كمية المكرونة بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا اسويهم كده كويس جدا علشان يكون كل مكرونايه تكون جنب التانية كده. وقبل ما انسى احب برضو اشكر الاتنين تلاتة اللي بيشجعوني ان انا استمر في القناة، واحب برضو اشكر 100 واحد اللي هم بينتقدوني وبيكسروا في مقاديفي ان انا ما كملش في القناة، وبيقولوا لي ايه اللي انت عاملاه ده ومش عارفة ايه. بس انا يا جماعة بعمل اللي على قدي، وبصراحة مقتنعة بيه، وربنا بيحسن ما بين ايدي، وبتطلع الحاجة بصراحة ريحتها وطعمها تحفة. اقسم بالله ما فيش حاجة عملتها من الاكلات بتاعتي دي اللي ما طلعت ريحتها وطعمها تحفة بجد والله. بعدين دلوقتي هبتدي ان انا احط البشاميل بالشكل ده، وهسويه كده على الوش كويس بالشكل ده كده. انا ما حطيتش هنا البشاميل كله، خليت كده يعني قد كبشتين كده او كبشة من البشاميل علشان اعمل بديل الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. احط عليهم كده باقي البشاميل كده، احط عليه بيضة، وهحط عليه حبة فلفل اسود، ولو حابة تحطي معاهم حبة ملح. انا استكفيت بس بالفلفل الاسود، يديها ريحة حلوة قوي. وهخلطهم كده مع بعض لحد ما يمتزجوا ويبقى شكلهم ولونهم بالشكل ده حلو قوي، كريمي كده زي ما انت شايفة كده، وحلو قوي. هفرد بقى الطبقة دي من فوق كده بالشكل ده كده اهو. هفردها كلها كده على الصينية بالشكل ده كده اهو زي ما انت شايفة كده. وبعدين هحطها في الفرن. بعد ما هحطها في الفرن هتطلع بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، ريحتها وطعمها حلو قوي، ولونها كمان كأنه عليها جبنة موتزاريلا بالظبط اهو. وهنقطع مع بعض حتة كده زي ما انتوا شايفين كده، لونها يعني بجد تحفة، وانا بحبها تكون سخنة بالشكل ده كده، وتكون جوسي كده مع بعضها، تكون طعمها حلو قوي وهي سخنة بصراحة. بس لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك، وما تبخليش عليا باللايك الجميل منك يا قمر. واستودعكم الله واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيها فيديوهات، كنت تعبانة شوية، اللهم اشفينا وعافينا جميعا يا رب العالمين. وجيت لكم النهاردة بأكلة حلوة قوي، أكلة العزومات، أكلة العرايس، تنفع في كل حاجة يعني، وجميع المصريين بيحبوها قوي، وهي الحمام بطريقة المطاعم.
بطعم حلو قوي ومختلف وبريحة حلوة قوي. وان شاء الله لما تجربي طريقتي دي في عمل الحمام ان شاء الله هتعمليها دايما وهتحبيها، هتلاقي طعمها حلو قوي وريحتها جميلة جدا. يلا نشوف هنعمله ازاي وازاي هيكون واخد اللون الروعة اللي انتوا شايفينه ده معانا. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة كده في الطاسة عندي كده هحط معلقة كبيرة من السمنة، عليها بصلة متقطعة صغير، وهشوحهم كده مع بعض، ما هياخدوش لون خالص معايا، يدوبك يتبالوا كده بس. وبعدين هنزل عليهم كده بمعلقة من الملح ومعلقة كده من الفلفل الأسود، وبعدين هنزل عليهم بحاجة صغيرة خالص من الشطة كده تطعم لنا خلطة الرز اللي احنا هنعملها دلوقتي. هشوحهم مع بعض كده شوية زي ما انت شايفة كده بالشكل ده كده. هخليهم كده على النار شوية، مش هخلي البصلة معايا تاخد لون خالص. وبعدين هنزل عليهم بالكبد والقوانص بتاعة الحمام ومقطعاهم كده برضو صغير. هنزل كده على البصلة وهشوحهم كده مع بعض. معلش يا جماعة صوتي تعبان شوية كده، يعني على قد ما اقدر كده يعني هشرح لكم كده. هحط كده معلقة من البابريكا، هتديها لون وطعم حلو قوي لخلطة الرز. بعدين هنزل على طول بالرز كده بعد ما غسلته طبعا، حوالي كوبايتين كده من الرز، وهقلب كل الكلام ده كله كده مع بعضه اهو كده. وبعدين هنزل عليهم كده بحوالي كوباية ونص من المية، يعني مش هكتر المية خالص عشان انا عايزاه يكون 3/4 سوا. طبعا كلنا عارفين الخلطة بتاعت الحمام اللي احنا بنعملها، او ان كان فراخ وعايزة تتحشي او حاجة، طبعا الرز فيها بيكون مستوي 3/4 كده، ما بيكونش مستوي على الاخر عشان ما يعجنش كده. الرز بتاعنا خلاص هنا استوى على طول اهو، مفلفل اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. وبعدين كده هبدأ ان انا اجيب الحمام بتاعنا، طبعا متنضف كويس خالص. وبعدين هبتدي هنا ان انا زي ما بيعملوه كده في المطاعم، ابتدي كده ان انا اخلي كده الرقبة بالشكل ده كده. هجيب مقص كده بكل سهولة خالص اهو، وهبتدي كده ان انا اشيل الرقبة دي كده اهو، شلتها هنا كده. بعدين هبتدي ان انا امسك الجلدة دي بتاعت الصدر اهو كده. همسك الجلدة دي كده وهبتدي ان انا بصباعي كده اخلي الجلد ده كده عن اللحم، يعني ابتدي كده ان انا اخلي كده بالراحة خالص عشان ما تتقطعش منك. تحط صباعك كده بالشكل ده كده، وتبتدي ان انتي بالراحة خالص كده تخلي جلد الحمامة عن اللحم اهو كده بالراحة خالص. هبتدي ان انا امشي كده بصباعي كده اهو، ومشي الديش جامد عشان ما تتقطعش منك اهو. ابتدي ان انا اخليها كده بالشكل ده كده، خلاص كده اتخلت اهي، بقت يعني بعيدة عن اللحم بتاع الحمامة خالص اهو. اعمل واحدة كمان، هاخد الرقبة كده بتاعتها، وما تخافيش ولا تقولي خسارة هنرميها، لا طبعا ما هنرميش حاجة. الرقبة دي كل الرقاب اللي احنا هنقطعها دي
بتاعت الحمام. طبعا هنحطها مع الحمام يستوي وهنقرقشها عادي خالص اهو بالشكل ده كده. نخلي كده الجلد عن اللحم كده. الطريقة دي لو جربتيها هتبتدي ان انت تعملي الحمام بالشكل ده دايما كده على طول اهو بالشكل ده كده بكل سهولة اهو بالمقص كده. وهشيل الرقبة كده وهخلي الجلد كده عن اللحم اهو اهو بيتخلي معايا كده بكل سهولة علشان لما نيجي نحشي الرز هنحشي طبعا تحت من جوه الحمامة وتحت الجلد عشان الحمامة تبقى مليانة معانا كده وحلوة. تعالوا بقى نيجي هنا في التتبيلة دي بعتبرها اهم حاجة في طعم وريحة الحمام، هي اللي بتديله الطعم والريحة الرهيبة اللي بتكون فيه. معايا بصلاية كده متقطعة صغير، عليها معلقة كده من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، معلقة بابريكا، وهحط برضو معلقة من الثوم البودر اهو كده. وبعدين هبتدي ان انا ادعكهم في بعض كده، ادعك البصلة كده مع التوابل اللي احنا حطيناها كده. وبعدين هاخد التتبيلة الحلوة دي اللي احنا عملناها، وهجيب كده الحمام بتاعنا وهبتدي ان انا ادعك بيها الحمامة كويس من بره كده ومن جوه. انا بصراحة بعتبر التتبيلة دي هي اهم حاجة يعني بتدي ريحة حلوة قوي للحمامة في الشوربة، بتخلي ريحة الشوربة يعني فظيعة والله. بتبقى طعم الشوربة بتاعت الحمام تبقى حلوة خالص كده من التتبيلة اللي احنا بنعملها دي. هبتدي ادعك كده من جوه الحمامة في قلبها كده ومن بره اهو كده اهو ندعك الحمامة كده. وعلى فكرة الجناحات دي برضو اللي هي طويلة دي برضو هوصها بالمقص، مش هخليها برضو عشان لما اجي احمر الحمام تكون يعني تعرفي تحمريه كويس. هاخد كده الحشوة الرز اللي احنا عملناها اهو بالكبد والقوانص، وبعدين هبتدي ان انا احشي كده في قلب الحمامة، واخد الحشوة بتاعتنا كده لجوه كده، حاول ان انا اوصل بيها كده لحد الرقبة فوق كده اهو. حاولي بقى وانت بتكبسي الحمامة كده يعني ما تمليهاش على الاخر، يعني تسيبي لها فراغ كده علشان لسه الرز بتاعنا هيكمل سواه جوه الحمام. وان شاء الله ما تعمليه بالطريقة دي ان شاء الله ولا هيفرقع منك ولا اي حاجة جوه السلق اللي احنا هنعملها دلوقتي. في مية السلق اللي احنا هنعملها دلوقتي تحت الجلد كده اهو. وهبتدي ان انا احشي الحمامة كده من تحت الجلد كده علشان تبقى حمامة مليانة كده وماسكة نفسها كده، يعني تعمليها في العزومات، تكون للعرايس، تبقى يعني مالية حجمها كده، تكون حمامة حلو. حتى لو هي حمامة مثلا ضعيفة ولا حاجة، الحشوة دي اللي بتبقى من بره ومن جوه بتعملها حمامة ماسكة نفسها شوية اهو بالشكل ده كده. هسحب الرز كده لحد الرقبة لفوق كده اهو. هاخد كده كبستها من جوه بالشكل ده كده، وهاخد كده الحشوة وهحطها تحت الجلد اهو اهو. حاولي ما تمليش تحت الجلد جامد علشان الحمام ما يفرقعش منك بزيادة
اهو كده. وبعدين هاخد طبعا التكتيفة بتاعت الحمام، طبعا كلنا عارفينها. هاخد الرجل بتاعتها كده وهدخلها كده بالشكل ده، والتانية من تحتها اهو بكل سهولة بالشكل ده كده اهو. للبنات اللي هم عايزين يعني يتعلموا لسه الحاجات دي، البنات الصغيرين. انا عندي جنى احيانا بخليها تعمل الحاجات دي لوحدها، يعني تحشي الحمام وتعمل تكتفه بالشكل ده كده اهو. هبتدي ان انا احشي كده برضو، يعني ممكن تدخلي الرز كده وممكن تحشيها من فوق من الرقبة. معايا حلة على النار بتغلي، ويا ريت تكون فايرة علشان اول ما انزل فيها الحمامة الرقبة بتاعت الحمامة والجلد بتاعها يمسك على طول. هحط كده ورق لورا، وبعدين هحط كده طماطمايه تديها طعم وريحة للشوربة، معلقة كبيرة من الملح. هحط طبعا الملح من الاول علشان الحمام يبقى يعني حايق كده ومتطعم. ما تحطيش الملح في الاخر ولا حاجة، حطيه من الاول عادي. وهنا الحمام كده بعد ما استوى بالشكل ده كده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك اهو، ولا فرقع ولا اي حاجة. هنا التركية اللي احنا هنعملها اللي هتدي لون حلو قوي زي اللي بيعملوه بتوع المطاعم، ويخلي الحمامية كده بتلمع كده وشكلها ولونها حلو قوي. معايا كده حبة من اللبن، يعني حوالي نص كوباية كده، عليها نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود. هبتدي كده ان انا اجيب الحمامة واسقطها كده في اللبن اهو كده اهو زي ما انت شايفة كده. ما تخافيش من اي حاجة، ولا تقولي ازاي هحط اللبن مع الحمام ولا اي حاجة. هو ده اللي بيديله اللون روعة، وفي نفس الوقت طعم حلو قوي اهو كده زي ما انت شايفة كده. نعمل كمية الحمام كلها اهو، تسقطي كده وتطلعي. وبعدين هبتدي هنا ان انا اجيب وك كبير، هحط كده حبة زيت حلوين، عليهم معلقة كده من السمنة تطعم اكتر الحمام لما نيجي نقليه اهو بالشكل ده. هبتدي كده ان انا انزل بالحمام اهو. وبرضو هتكون دايما ايدك في الحمام، ما تسيبوهوش لما يعني يتحروق ولا اي حاجة، على طول تقلبيه اهو كده. اجيب ماسك كده، ابتدي انا اقلب الحمام على طول باستمرار كده اهو. تقلبيه كله كده دايما علشان ياخد اللون الحلو. شايفين اللون يا جماعة؟ حلو قوي اهو كده. وهو الحمام خلاص خلص. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ادعموني بقى باشتراك في قناتي ولايك وشير علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس تشجيعا ليا، عشان الواحد والله يا جماعة بيتعب في التصوير جامد علشان الحاجة تطلع حلوة بالشكل ده اهو. شايفين الحمامية عاملة ازاي؟ شغل مطاعم ده ولا لا؟ شايفين الحمامة عاملة ازاي؟ بتقول مين ياكلني. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة وتوحشوني كتير، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك عليكم يا رب. مستمرين في عمايل اكلات عيد الاضحى المبارك الجامدة التقيلة
والنهاردة هنعمل مع بعض طاجن بامية باللحمة الضاني. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أول حاجة كده نزلت بالبامية على طول في قلب الحلة، وبعدين نزلت عليها بمعلقة سمنة كبيرة، وبعدين هنزل عليها كده برشة كبيرة كده من الكزبرة. طبعا الكزبرة هي بتبقى روح البامية، ورشة كده من الفلفل الاسود، واقلبهم كلهم مع بعض كده، وهفضل اقلب فيهم بالشكل ده. وبعدين هنزل عليهم كده بقرن فلفل حامي. الفلفل طبعا اختياري، لو مش حابة تحطيه خلاص. طاجن البامية باللحمة هو اسهل حاجة ممكن تطبخيها في دقايق، ما بياخدش منك وقت خالص. هنزل كده عليهم باللحمة الضاني على طول اهو بالشكل ده. اللحمة طبعا مسلوقة بس مش مستوية على الاخر، نص سوا كده. هقلبهم كده مع بعض شوية، وبعدين هنزل عليهم بالطماطم المعصورة على طول، وهسيبهم على النار ياخدوا كام غلوة كده على النار. هرش رشة كده حلوة من الملح، وظبطي بقى انتي الطعم زي ما انت عاوزة. بعدين هجيب طاجن كده او صينية عندك الموجود، هنزل كده بالبامية بعد ما خدت كده كام غلوة على النار، مش كتير، حوالي 3 غلوات كده. وبعدين نزلت بيهم في الطاجن على طول كده. وبعدين دلوقتي هبتدي ان انا اعمل الطشة بتاعت الطاجن. ودي اهم تركاية معايا هنا. معايا كده معلقة كبيرة من السمنة، عليها معلقة كبيرة من الثوم، وهشوحهم كده على النار اهو كده. ودي احلى حاجة في طاجن البامية، هي الطشة، هي اللي بتديله ريحة وطعم جامد جدا. هنزل عليهم كده برشة من الكزبرة الناشفة كده، وبعدين هنزل عليهم بالخضرة. الخضرة دي اختياري، بس بتدي طعم حلو قوي للطاجن. لو هو حابة تستكفي بالثوم بس برضو بيبقى حلو قوي. هشوحهم كده مع بعض لحد لما التومة تاخد لون شوية كده معايا. وبعدين هنزل عليهم بحبة كده من الشوربة بتاعة اللحمة. زي ما قلتلك طاجن البامية هو اسهل اكلة او طبخة ممكن تعمليها. بعدين هنا هاخد الطشة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وهنزل بيها على طول كده على الطاجن بالشكل ده كده. هنزل الطشة كلها كده بالشكل ده، وعلى طول هاخد الطاجن على الفرن على طول اهو بالشكل ده. بعد ما طلع من الفرن وقطعت طماطمية كده وحطيتها على الوش، وحطيته في الفرن وطلع بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يعجبكم، كل سنة وانتم طيبين. بس ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ويا صباح الفل عليكم او مساء الفل عليكم مطرح ما تكونوا بتسمعوا الفيديو. انا بصبح وبمسي عليكم. النهاردة فيديو جديد هنعمل مع بعض الفطير الفلاحي، فلاحي اصلي اصلي مش اي حاجة، باسهل طريقة بدون مضرب ولا فرد ولا اي حاجة من الكلام ده. يلا بينا على طول نخش كده على طول على المقادير. معايا كده كيلو، حوالي كيلو او شوية كده من الدقيق. هحط عليهم كده حبة ملح، ومعلقة كده من البيكنج باودر، معلقة كبيرة. وهقلبهم كده مع بعض، اقلب الدقيق كويس مع بعض كده. ومعايا كده كوباية من اللبن تديني للعجينة طراوة شوية كده. وهحط المية وهعجن بالشكل ده كده. كل ما العجينة تحتاج معايا لمية هعجن على طول بالشكل ده كده، لحد ما الاقي ان العجينة
خلاص كده اتلمت معايا كده. وبعد ما تلم معايا طبعا هفضل اخدم في العجينة كويس كده، كل ما تعجني فيها تديكي طراوة اكتر وتبقى العجينة حلوة قوي معاكي. وطبعا ما ننساش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. دايما وانت بتعجني في العجينة كده تقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. العجينة بسم الله ما شاء الله تطلع معاكي حلوة قوي. دايما ذكر النبي عليها حلو قوي. دلوقتي انا سبت العجينة ترتاح شوية وبعدين قطعتها لقطع متساوية كده زي ما انت شايفة كده. حطيت حبة سمنة كده على الرخامة، بكل سهولة جدا هتفرديه بدون مضرب او اي حاجة كده بالشكل ده كده. وانت واقفة كده في 5 دقايق كده تفرديه بالطريقة دي. دي اسهل طريقة في الفطير اهو بالشكل ده كده اهو. وبرضو انا الطريقة دي لقيتها ان هي يعني ما بتاخدش سمنة بزيادة. طبعا السمنة بتاعتك تكوني سايباها بدرجة حرارة الغرفة كده، ما بتكونش مسيحاها قوي، تديكي طراوة حلوة قوي للفطير، وتكون عاملة زي الزبدة كده. طبعا في ناس كتيرة بتعمل الفطير بالزبدة، بس بصراحة انا يعني بستتقل شوية الزبدة، بحسها كده تقيلة شوية في الفطير، فبحب بصراحة ان انا اعمله بسمنة اكتر. اهو بالشكل ده كده افرد اول واحدة كده، وبعدين هطبقها من الجنب ده كده ومن الجنب ده كده بالشكل ده كده اهو. وهحطها كده على جنب، وهعمل واحدة كمان بالشكل ده كده. تفردي بقى على رخامة، تفردي على صينية اهو بالشكل ده كده، يعني ملكش حجة. على الرخامة افرديها، على الصينية افرديها في 5 دقايق كده هتقوم ان شاء الله تعمليها على طول بكل سهولة، وهيطلع معاكي مورق وجميل خالص اهو بالشكل ده كده. برضو هطبقها من هنا ومن هنا كده، وهفضل كده على طول يعني احط واحدة جوه واحدة، افرد كده بالشكل ده كده على طول كده، وبعدين احط لها السمنة، وبعدين احط واحدة اطبقها واحط واحدة جوه واحدة بالشكل ده كده على طول زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة. الفطير ليه اكتر من طريقة، وهفضل كده على طول احط واحدة جوه واحدة كده لحد ما توصل معايا كده زي ما انت حباها. يعني حابة تعملي فطيرة صغيرة، حابة تعملي فطيرة كبيرة، حسب ما انت تكوني حابة اهو. يعني حوالي الفطيرة كده يعني تكون حوالي 2 سنتي كده اهو بالشكل ده كده. وبفكركم ما تبخلوش عليا باللايك وتعملوا لي اشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. دلوقتي بعد ما العجينة وصلت معايا للحجم ده جبت صينية كده مدهونة سمنة كويس، وبعدين هبتدي ان انا افردها كده في الصينية بكل سهولة كده بالشكل ده كده اهو بكل سهولة اهو بالشكل ده كده. احط على وشها كده سمنة كده علشان تكون حلوة ومورقة اكتر. احيانا انا بقوم الصبح كده بكون نفسي في حاجة مختلفة كده، فطار مختلف، بروح عاملة واحدة بس، يعني واحدة بس بصراحة بتكفينا، يعني بتبقى حلوة قوي اهو. بعد ما فردتها كده في الصينية حطيتها على الفرن. هتكوني برضو مسخنة الفرن بتاعتك كويس الاول، وبعدين هتحط عليها الفطيرة بالشكل ده وتطلع بالشكل الجميل ده هو زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن لحمة الراس لكل عشاق لحمة الراس. ولو انتم بتشوفوني لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة حاطة حلة على النار فيها مية بتغلي، فيها بصل
وجزر و3 فصوص ثوم وورق لورا وحبهان، ولو عندك كرفس حطي، كل الحاجات الحلوة بتاعتنا دي. وبعدين هحط اللحمة بتاعتي كلها، هي قد 1.5 كيلو من اللحمة. طبعا انا منضفة اللحمة بتاعتي كويس بملح وخل وثوم وكل الحاجات دي. هنا اللحمة بتاعتي خلاص استوت، طرية كده زي ما انتوا شايفين، بس ما خليتهاش تستوي على الاخر علشان تكمل سواها في الطاجن بتاعنا. معايا حلة على النار فيها 2 معلقة سمن، لو مش حابة تحطي سمنة حطي زيت نباتي يكون اخف برضو. معايا برضو 3 بصلات كبار متقطعين، هنزل بيهم بالشكل ده كده، هنزل بيهم على السمنة وهقلب بالشكل ده. معايا برضو فلفل اخضر، زي ما انتي حابة تحطي فلفل اخضر وفلفل الوان زي ما انت حابة حطي. معايا برضو قرن فلفل حامي هحطه، هو ده اللي هيديني الطعم في الطاجن. وهقلب لحد ما يتبلوا مع بعض كده شوية، وبعدين هنزل باللحمة بتاعتي اشوحها مع بعض شوية، هشوحها مع البصل والقرن الفلفل الحامي والفلفل الاخضر. وزي ما انت قلتلك لو عايزة تحط فلفل الوان حطي زي ما انت حابة. هشوحهم مع بعض كده ياخدوا طعم من بعض كده. التشويحة دي مهمة جدا علشان اللحمة بتاعتي تاخد طعم من بعضها. معايا برضو 2 معلقة كزبرة ومعلقة ملح ومعلقة توم باودر ونص معلقة من جوز الطيب برضو هحطهم مع بعض، وورق لورا هقلبهم كده ياخدوا طعم مع بعضهم. معايا 2 كوباية من عصير الطماطم هنزل بيهم عليهم كده وهقلب. برضو معايا معلقة من الثوم، حابة تحطي معلقة الثوم برضو مع تشويحة اللحمة حطي. هسيبهم يغلوا كده مع بعض شوية، مش يستووا خالص يعني، بس هخليهم يدوبك كده يغلوا حاجة بسيطة مع بعض. ومعايا برضو معلقتين من صلصة الطماطم، وهنزل بكبشتين كده من السلق بتاع اللحمة يدوها طعم برضو كده. انا حطيتها في الطاجن بعد ما خدت غلوتين مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي. حابة تحطيها في طاجن حطيها، حابة تحطيها في صينية حطيها، وهحطها في الفرن وتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ريحتها حلوة قوي وطعمها بجد رهيب مع كل الحاجات اللي احنا عملناها دي، والتشويحة والحاجات اللي احنا حطيناها دي خلت اللحمة يعني طرية معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطعمها وريحتها حلوة قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنحضر مع بعض وصفة جديدة، خلية النحل بشكل جديد ومختلف عن الطريقة العادية وسهلة في التحضير. لو انتوا بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتنا اللي جاية. تعالوا نشوف مع بعض المقادير بتاعتنا وهنعملها ازاي، وازاي هتطلع معانا هشة من جوه كده وقطنية وجميلة وتعجب ولادك ويبقوا حابينها وهيتجننوا عليها، وازاي هتطلع معانا بالجمال والحلاوة دي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين من اللبن، ومعايا كوباية سكر، ومعايا برضو معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة ونص. انا حاطة معلقة ونص خميرة لان الجو ساقع. معايا بيضة وبياض بيضة، احط الصفارة على جنب عشان هنعوزها بعد كده. وبعدين معايا معلقة كبيرة من الخل، ومعايا برضو كيس من الفانيليا احطه كده. وبعدين هقلب جميع الخليط ده كويس معايا مع بعضه لحد ما اتأكد ان السكر داب تماما هو والخميرة. معايا 6 كوبايات من الدقيق، هحط الاول 5 بس لحد ما اتأكد ان العجين بتاعي كده وصل للقوام اللي انا عايزاه او هيكون عاوز تاني. هعجن بالشكل ده وهحط بقية الكوباية الستة بالتدريج. وبعدين هحط معلقة من السمنة او الزبدة هيكون افضل، وهقلب بالشكل ده لحد ما السمنة بتاعتي او الزبدة تمتزج كويس مع العجين. هي كده السمنة لزقت معايا شوية، خلت العجين ملزق معايا شوية، فهكمل بالكوباية الستة اللي قلتلكم عليها بشويش كده بالراحة لحد ما العجينة بتاعتي تلم وقوامها يبقى حلو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص هي لمت معايا. بعدين هرفعها كده، هاخدها هقسمها لقطعتين بالشكل ده. هحط قطعة كده وبعدين هدهن الوش بتاعها بزيت نباتي بالشكل ده كده. وبعدين هسيب واحدة على جنب زي ما هي كده لحد ما تخمر معايا، وهاخد القطعة التانية اعملها باللون بني. معايا معلقتين كبار من الكاكاو، هحط عليهم حاجة خفيفة كده من اللبن عشان يمتزج مع العجينة بتاعتي بالشكل ده، يدوبك حاجة بسيطة كده. وهفضل اعجن فيها لحد ما اتأكد ان الكاكاو اتخلط تماما مع العجينة بالشكل ده كده. وهدهن الوش بتاعها زيت نباتي بالشكل ده. هما كده خلاص خمروا معايا بسم الله ما شاء الله بالشكل ده. هاخدهم كده
وبعدين هاخد كده العجينة البيضة بالشكل ده، اقطعها بأي أداة عندك أو أي حاجة. هحاول ان انا اعملهم كور كده بالشكل ده، اخليهم يكونوا 8 كور مقاس بعض زي ما انتوا شايفين كده. كده انا خلاص عملت جميع القطع بتاعتي كده كور كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. بعدين معايا معلقة من القشطة، عليها كام مثلث من الجبنة، اي جبنة انت تحبيها. وبعدين هخلط الجبنة مع معلقة القشطة كده لحد ما يبقوا كريمي كده بالشكل ده. معايا صينية دهناها مادة دهنية ومبطناها بالدقيق، هحط طبق في النص كده علشان اعرف ارص العجينة بتاعتي حواليه. هدهن البلانشة بتاعتي بالزيت كده، حاجة بسيطة، وادهن العجينة بتاعتي برضو من فوق زيت كده. هفردها بشكل طولي كده بالشكل ده. بعدين معايا قطع من الشوكولاتة، هحط الشوكولاتة كده بالشكل ده. وبعدين هعمل فتحات كده زي شرايط كده في النص بسكينة او اي اداة عندك، وهطويها بالشكل ده بالراحة كده. وبعدين هجيب الصينية بتاعتي وهحطها كده بالشكل ده. هعمل واحدة من العجينة البيضة برضو هفردها بشكل طولي كده. بعدين هجيب الجبنة بتاعتي اللي انا عملتها، هحط كده معلقة الجبنة، وبرضو هعمل زي شرايط كده كام فتحة كده في العجينة وهطويها بالراحة خالص. هحطها جنب التانية كده، وهعمل الصينية كلها بنفس الشكل ده، واحدة من اللون الأبيض وواحدة من اللون البني. ممكن تدهني العجينة كلها كده بالشكل ده، توزعيها عليها كده، وبرضو تعملي لها نفس الشكل ده. دي عملت كده انا الصينية كلها، ودي كانت اخر قطعة معايا، قطعة من اللون الابيض وقطعة من اللون البني. دهنت اول قطعة معايا باللون بالجبنة، وحطيت عليها العجينة اللي باللون البني، يبقوا مزيج كده من الشوكولاتة والجبنة بالشكل ده. حطيت الشوكولاتة من الجنب كده واطويها بالراحة، الفها كده رول كده بالراحة، وهطويها كده على شكل وردة عشان احطها مكان الطبق. واكمل الصينية كلها. وبعدين انا كده خلاص عملت الصينية كلها بنفس الشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هعمل الصفارة اللي انا حشتها على جنب دي، حطيت عليها كيس من الفانيليا، وهدهن وش العجينة بتاعتي بالشكل ده. وبعدين حابة ان انا احط عليها
رشة من السمسم كده يديها شكل. حابة تحطي حبة البركة برضو حطي، الحاجة اللي انتي تحبيها حطيها، والحاجة برضو اللي انتي حابة انك انتي تحشي بيها احشي بيها. هسيبها تخمر في الصينية لحد ما تعلى معايا برضو، وبعدين هحط هي كده خلاص خمرت معايا. بعدين هبتدئ ان انا احطها في الفرن. الفرن هتكون مشغلة الشواية من فوق ومشغلة الفرن من تحت على نار هادية خالص. هتاخد زي نص ساعة كده في الفرن، وبعدين هتكون بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي خلاص كده استوت معايا وخدت اللون الذهبي الحلو ده. لازم تكون محمرة كده من تحت ومن فوق كده بالشكل ده. وبعدين انا جبت طبق كده وهقلبها قدامكم كده علشان نشوف استوت من تحت ولا لا. بقت بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده هي مستوية خالص من تحت وطرية وهشة جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ وبعدين هدهنها دهنة خفيفة كده من مربة المشمش عشان لونها يلمع معايا اكتر زي ما انت شايفة كده. بجد بجد شكلها تحفة، ومش شكلها بس وطعمها كمان. هتعجبك قوي ان شاء الله وهتعجب ولادك جدا هيفرحوا بيها خالص. هقطع قطعة معاكم كده. شايفين الشوكولاتة من جوه سايحة وهشة جدا معايا بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. هقطع قطعة كمان من اللي بالجبنة. شايفين الجبنة سايحة معايا من جوه يعني رهيبة وطعمها تحفة زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عيد اضحى سعيد عليكم يا رب وعلى الامة الاسلامية جميعا يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض فتة العيد. طبعا لازم فتة العيد بنعملها دايما في عيد الاضحى. بتكون اكلة حلوة قوي، انا عن نفسي بحبها جدا. بتكون اكلة مكتملة يعني فيها عيش ورز وصلصة بالخل والثوم. طعمها حلو قوي ولحمة. يلا بينا كده نخش على طول على المقادير ونشوف مقاديرها ايه. اول حاجة كده معايا كده حبة زيت حلوين كده في الطاسة، وما ننساش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هكون كده جايبة كام رغيف ومقطعاهم بالشكل ده كده. هرش عليهم حبة ملح، وبعدين هرش عليهم حبة فلفل اسود،
ممكن قوي انك انتي تحمصيهم في الفرن وترش عليهم حبة زيت وحبة فلفل اسود زي كده برضو بالظبط. بس انا بحب قوي ان انا احمصهم كده في الزيت على النار، بيبقى طعمهم حلو قوي. تاني خطوة هنا وهي الاهم، ان احنا هنعمل طشة التوم والخل. اول حاجة كده معايا معلقة كبيرة من السمنة، حطيت عليها كده معلقة كبيرة من التوم، وبعدين هبتدي ان انا اشوح التوم بالشكل ده كده لحد ما ياخد لون كده هادي معايا. وبعدين هنزل عليه على طول بحبة خل بالشكل ده، مش كتير، حوالي 3 معالق كده من الخل. وبعدين هنزل عليهم على طول بالطماطم. يا جماعة ما اقولكمش بقى، يعني ريحة الخل مع التوم بتبقى ريحتها جميلة جدا. خلاص كده هي يعني اتسبكت معايا واستوت. وهنا عملت رز ابيض، طبعا كلنا عارفين الرز الابيض. تفضلي تقلبي في الرز كده على النار لحد لما كل رزايه تبقى لوحدها كده، وبعدين هتزيدي الرز بالميه وهتحطي حبه فلفل اسود وحبه ملح وهيبقى كده خلاص. وبعدين اخر خطوه معايا وهي تشويح اللحمه. حطيت كده معلقه كبيره من السمنه عليهم كده بصله كبيره متقطعه. مش هسيب البصلة تحمر معايا خالص او حتى تصفر، هنزل عليها على طول باللحمة وهشوحها فيها بالشكل ده كده اهو، وهفضل اقلب كده. وبعدين هرش رشة من الفلفل الاسود، وبعدين هرش رشة من الملح كده، وبعدين هقلب كده بالشكل ده لحد لما اللحمة بتاعتي تاخد لون حلو. وبرضو البصلة هخلي بالي منها ان يعني يدوب تحمر كده مع اللحمة. هحط كده معلقة صغيرة من الثوم تديني ريحة وطعم حلو قوي. بعدين هنا جبت طبق حطيت فيه العيش بتاعنا اللي احنا عملناه بالشكل ده، وحابة تحط عليه حبة شوربة على العيش. حطي، في ناس بتحب ان هي تحط حبة شوربة كده، كبشة من الشوربة كده على العيش. وبعدين هحط كده الرز اول حاجة فوق العيش بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كده كمية الرز اللي انا عملتها كلها. بعدين هبتدي ان انا احط اللحمة بعد ما اتشوحت كده وخدت لون حلو معايا، بيبقى طعمها حلو قوي وهي متشوحة مع البصل والثوم. هحط كده كمية اللحمة كلها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هبتدي دلوقتي ان انا احط الصلصة. واخر حاجة هحط الصلصة اللي احنا عملناها كده على الرز واللحمة بالشكل ده كده اهو. احط الكمية كلها، منظر حلو كده، طعمها حلو قوي يا جماعة. يعني طبق مكتمل بصراحة، فيه العيش وفيه الرز وفيه كل حاجة، يبقى طبق طعمه يعني حلو قوي. بس كده وبألف هنا وشفا يا رب عليكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب دايما، وكل اللي نفسه في حاجة يعملها. وأتمنى لكم كل خير يا رب من قلب كده. وأسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.